أنت ما تبي تخلي جديد إلا تبي نقول الليلة. أنا لا تلومني يا أبو موسى، الجمهور ما يرحمني، وجمهورك ما شاء الله يعني من الناس اللي صراحة حريصين لدرجة أن البعض منهم يقول حاول أنك تقلل الأسئلة وتكثر القصائد، فأنا بنرضيهم قدر المستطاع. طيب أنا بعطيك غيرها لأني والله ماني حافظها زين، فأنا ما ودي أقول شيء أوكي تفضل. أقصر عن نهايته على ما قالوا، لكن إذا أقول لك شيء حافظه وإن شاء الله ومن الجديد إن شاء الله إنه يجمل. تفضل. يقول كان المحبة مشكلة شاعر القوم. طيب يا أخوي القوم مش مشكلتها، إن مت ولا عشت ضايق ومهموم، أجمل مراحل دنيتي مرحلتها، الجادل اللي وجهها والقمر كوم، الجادل اللي وجهها والقمر توم، ما شفت بين البيض من شاكلتها، العقل كوم وروعة أوصافها كوم، من طاحت عيوني عليها ملتها، ضاعت علومي ما بقى عندي علوم، تملكت روحي غلا واشغلتها، أحبها حب أكبر القوم للقوم، ولوم نفسي لسهت وهملتها، أعطيك شيء يسد حلقك عن اللوم، نفسي وأنا اللي راضي ببهذلتها. مرة من المرات قامت من النوم وجت أمها عند السرير، اسألتها تبي تقول شلونها بنتي اليوم، وشافت وصوف بالجمال أذهلتها، قالت هني اللي تصبح بهندوم، نزينها حتى أمها غازلتها. الله، روعة روعة روعة. أنت كأنك تحسسني كذا أنها أفضل من سلافة فخرجي. يقول لي أبي سلاف وآخرجي. كذا تحسسني أنها أزين منها. حول بعضهم يمكنها أنتم. طيب آه، رد علي، أبغى ترد علي بقصيدة. أبشر أبشر. يقول من جدك أنت يشبهونك بسلاف، تشبهك جايز بس ما تشبهيها، أنت تشبه بك فريدات الأوصاف، يظلمك من حاول يشبهك فيها، تواضعك للي يحجمك إجحاف، والصمت حكمة ضعف لا تتبعيها، لو في شيء مبلبني عقبتي شاف، كنت أول اللي يقول للطو فيها، لكن وربي ظلم تعطينهم طاف، إيه امدحي نفسك ولا تظلميها، من يصل الغاية ما هو بحاجة أهداف، يا غاية أوصاف الجمال افهميها، البيض صفحات البيض صفحات الحلا وانت غلاف، كل ما حوت صفحاتهن تحتويها، حتى القصايد جيت ما اشوفها انصاف، من طيب قلبك بس تستعذبيها، اصلا بيوت الشعر من وصفة تخاف، من قسوتي لقصرت فاذريها، ازعل على المعنى احرم عن القاف، اصد نفسي عن هجوس تجيها، ويستوي من غامر الجمع الاصداف، باللي على شط البحر يحتريها، او يستوي من يسري يتقال وخفاف، باللي من اسواق الذهب ينتجيها، لجيت بكتب فيك لو بعض الاوصاف، أخشى جماهير يتقطع يديها، هو بيت واحد ما دعا الله بالإسراف، يالله من عين الحسود تحميها، الرمش لا سلهم على حد الأطراف، ما فتحة البرجع يغطي عليها، البيت يغني عن سواليف سولاف، لها الشرف تشبه ما تشبهها. الله الله. سلامتك تمامك. مبدع، مبدع بالمعنى، مبدع بالعاطفة، مبدع كل شيء مبدع بموسى. الله يسعدك يا معاذ. أنت شهادتك مجروحة ما أقبلها، أنا أقبل شهادة الجمهور. ما قلت انك مبدع في كل حالاتك، ما حسيت انك توديت من الشعر. الله يبارك فيك يا معاذ. ما حسيت انك توديت يوم من الشعر قلت خلاص وصلت المرحلة انك خلاص هذا توديت يعني. زهقت من الشعر، خلاص تحس انك خلاص فترة من والله شوف كثير الواحد يعني أنا الحمد لله إني ما أخلي كل حياتي شعر علشان ما أمل، لدرجة إني حتى مجتمعات الشعراء ما خلطها كثير علشان ما أمل من الشعر، حتى في منتداي والله إني ما أدخل قواعد الشعر يوميا، لأني لو دخلتها بشكل يومي مليت وأنا ما بعمل. توليت وذا يعني كرهت الشعر بعض المواقف، يعني موقف صار لي في كنت والله إني توي محرم وبدخل الحرم ماخذ عمره، ويدق علي واحد قبل لا اقفل جوالي، دق علي والله ما اعرف، مرة اقول ما اعرف، رديت قال بقى اسمع قصيدة، قلت يا ابن الحلال والله اني محرم وبدخل الحرم، لا تكفلوا بيتين، قلت يا رجال اقول لك بالحرم تقول لي بيتين، فاخرت ضغطي. حلو وجمهورك كل حاجة. ذيك اللحظة اني كرهت الشعر يعني انا في موقف ما يسمح لي اني اقول شعر ولا. صدقت ابو موسى، ترى يمكن بعض الجماهير على بعض الاحيان يكون هو نفس اللي متصل، تحصل انه يكون جوه مناسب على بال ان الشاعر إيه هذا المشكلة يعني، ترى هو ما يدري وش وضعك. للاسف. أنا يوم قلت له وضعي والرجال مصر، أقول له أنا محرم وبدخل الحرم ولسه مصر، قلت هذا ما له علاج.
للأسف بحيث إنه البعض يفسر ككبر وكغرور، لكن بعيد كل لكن ما ادري وش موقفك يعني يوم يتصل عليك مثلا وانت في مستشفى معك ولدك تعبان وحالتك حاله يقول لك بيسمع قصيده. الله يعينك، الله يكون بعونك. وذكرتني باللي كان يتصل على موسى المشعان وهو نايم الساعة 2. بتعمق أكثر. أبو موسى القريات وش حاب تقول لهم؟ أحب أقول لهم إن أنا هالقريات لهم معزة خاصة عندي. أذكر إني سويت أمسية في القريات، ويوم جيت من القريات أرسلت رسالة للشباب في القريات، يعني أول ما وصلت الرياض أقول جيت الرياض وخاطري في القريات وجيها أهلها ما تفارق خيالي، يا لايمي بالله كف الملامات عن الشمال شلون يسلك شمالي. ما صح لسانك والله ليه. صاحب زين. أبو موسى للأمانة الحديث معك شيق، والواحد والله ما بدأ على نقيل وده أكثر وأكثر ياخذ معك، لكن الوقت شارف والله إني ما حسيت في الوقت. والله منها الوقت دايم يكون قاسي مع الأحبة بالتحديد. والله انها بركة ساعات، وان شاء الله اني لكم متى ما بغيتوني على ما قالوا، يعني ما هي بهذه النهاية ولا هي بهذه، متى ما حبيتون اخوك ما يحتاج تراك اخو، واي شيء انا حاضر فيه طال عمرك، سواء لقاء كتابي صوتي، لكن تراك ريحتني في مسألة اللقاء الصوتي كثير لان اللقاء الكتابي ياخذ وقت طويل ولا ينتهي. لكن ايه وتعرف انا كسول فما اقضي واقصر غصبا عني وانا ما بقصر. لكن ان شاء الله ان نجمل بهاللقاء، وان يعني نصل لربع ذائقة الجمهور في القصائد، وان نكون رضيناهم عن ما تساءلوا عنه، والله يجملنا على كل الاحوال. وللأمانة أحب أقول للمستمعين أنك لك تمر بظروف، ورغم ذلك ضحيت على بعض الظروف علشان هاللقاء، وانا مقدر الشيء هذا يا ابو موسى. الله يبارك الله يبارك فيك. فاعذرونا على الصوت، حتى الصوت والله اني مزكوم حالتي حاله. لكن ابو موسى قبل الكلمه الاخيره نبي لنا قصيده ختاميه على ذوقك. والله القصيده والله ما ادري ايش اقول لك، لكن اول شيء تبدا الكلمه الاخيره اول شيء وتبدا القصيده اللي يريحك. ابشر. تفضل. يكثر القصايد يا ابو عايض، بس ما ادري وش اللي يقول. هبت رياح العاصفة بالمحاصيل، من بعدها ما ادري وش اللي جرالي، فتحت شباك السهر للتفاصيل واستوحشت مني سمارة اضلالي، صوت الهواء نصف الشتاء آخر الليل أهون من أنفاس الضلوع الخوالي البارحة بين الجفا والمواصيل، كل شيء ما يطري في بالي طرالي، مالي مزاج أطلع وأدور تعاليل، وما أبغى أختلي بهجوس شعري الحالي، نختليت بضيقتي جابت السيل، وجرفت فعل الطيب وقت انفعالي، صديت عن سرجة الأصيلة من الخيل يوم ربطوا هاك الكديشة قبالي، يا خير من شوفة خمالة الرجاجيل انك تذكر ما مضى من ليالي، انها تذبه مثل تذبة ابريل، دفنتها حية بصدر الشمالي ليلة، وعدت عقب ما هدت الحيل، ما ردها الا شطر بيت ببالي، وزنه عادل وافيات التماثيل غالي، ومن قال على القلب غالي، ما هو بحاجة شرح معنى وتحليل، يكفيني انه كان شطر ارتجالي، قاله جزء مثل رجال المشاكيل لا لن تقع على القلب من خلالي. الله حتى الصوت الله تعب يا ابو عايض. ورب نبدا بكل حوادث تعبناك، لكنك الله يبارك فيك مثل ما ذكرت جمهورك من الناس اللي مشتاقين خلف المشعان، مشتاقين يجي خلف المشعان، وانت على ما قيل تجمل في كل مناسبة وفي كل وقت. تستاهلون الواحد والله لو يقعد بالساعات يعني يقصد والله انه ما يوفيكم حقكم. يطول بعمرك. كلمة أخيرة يا أبو موسى تحب تقولها من عندك؟ أقول اللي ما يعرف خلف المشعان الله يجعله يعرف خلف المشعان من جديد، لأني دائما أقول هالكلمة اللي أتمنى أمنيتي في الحياة أن اللي ما يعرفني عن قرب يعرفني عن قرب، علشان تغير نظرته اللي عن بعد.
خصوصا الغطرسة والتكبر، والله انها ما هي عندي، يعلم الله. واني يعلم الله كل من قرأ الخلف وتابع خلف وحفظ خلف اني ممنون له. أبو موسى الله يجملني بهم في كل الأوقات. نجمل بشهادة الجميع ما الله يجزيك ويبارك روحه، فيك. لكن والله الذي لا إله إلا هو أنك بريء من الغطرسة وبريء من التكبر. الله وأكبر دليل أن الظروف اللي تمر فيها الأيام وضحيت فيها عشان اللقاء وعشان الله تستاهلون ابو عايد. ويكفيك أنك كبير مضى جمهورك الله يبارك فيك. أنت قلت لك شهادتك مجروحة، ما علي منك، ما بيها. طول بعمرك وبالختام أحب نشكرك ونشكر الله يبارك. المستمعين في هاللقاء. اعتبره شرف وفخر أن يكون أول ضيوفي هو الشاعر خلف المشعان. إلى لقاء آخر مع نجم آخر، ترقبونا.